يا مساء الفل، يا مساء الجمال. مفيش عزومة في رمضان بتخلى من الرز البسمتي. النهاردة بقى تعالي اقولك ازاي تطلعي الرز البسمتي احلى من المطاعم، وطعم تحدي. زي ما انتوا شايفين لونه حلو جدا وطعمه مبهر والتسوية مظبوطة ومفلفل. حطي لايك على طول وتعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اول حاجة حبيت اعمل معاكم فيديو الرز البسمتي لوحده عشان ما يتوهش وسط الفيديوهات للوصفات اللي بنعملها مع بعض، وعشان خاطر حبايب قلبي اللي طلبوه مني كتير عايزين الرز البسمتي علشان عزومات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. تعالي اقولك واحدة واحدة مع بعض كل اسرار الرز البسمتي في البداية عشان خاطر يطلع معاكي رز ناجح. اول حاجة نوع الرز اللي هتستخدميه، هتلاقي انواع كتيرة جدا في السوق في السوبر ماركت وعند العطار. افضل نوع فيهم اللي حبيته طويلة ولونه مصفر شوية. ابعدي خالص عن الرز البسمتي اللي الحباية بتاعته لونها ابيض وقصيرة، هتلاقيه كده شبه الرز المصري بتاعنا. السعر الكيلو حاليا بتاع الرز البسمتي اللي نوعه حلو 60 جنيه. تعالوا بقى نبدأ نسوي الرز مع بعض، وهقولك واحنا بنعمله وبنسويه بقية الأسرار. أول حاجة معايا حلة على النار، تكون مقاس الحلة واسع شوية، يعني عشان الرز ياخد راحته في التسوية، لأن الرزاية بتاعت الرز البسمتي بتنفش عكس الرز المصري بتاعنا. وهنزل بمعلقتين كبار كده من الزيت، ولو انت حابة تستخدمي زيت وسمنة مفيش مشكلة تمام، بس أنا بحب الرز البسمتي الزيت بس بيبقى احلى بكتير. وهنزل بقى ببصلايه حجمها وسط، ضربوها في الكبه بس مش منعماها قوي، او ممكن تقطعيها على ايدك قطع صغيره. اول ما الحله بتاعتي سخنت والزيت بتاعي سخن كويس، نزلت بالبصله بتاعتي. البصلايه خلاص بتاعتي دبلت كده زي ما قلت لكم، مش عايزاها تاخد لون خالص. هنزل بقى بالرز البسمتي. تاني حاجة من اسرار نجاح الرز البسمتي ان الرز ما بيتنقعش خالص، ولا 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا نص ساعة. بغسله كويس جدا جدا تحت الحنفية لحد ما تلاقي لون المية بتاعة الغسيل خلاص بقت شفافة، بقى زي الفل. هتصفيه كويس جدا وهتنزليه على البصل من غير اي نقع. هنا بقى نزلت بالبهارات. البهارات بتاعتي دي بدل ما تحطي كذا حاجة، هتروحي للعطار وتقولي له انا عايزة بهارات كبسة، هو بيبقى مظبطها وحاطط فيها كل التوابل اللازمة اللي هتخلي معاكي الرز مبهر وطعمه في منتهى الجمال. ممكن تجيبي ب10 جنيه ب20 جنيه حبة كده، هيقعدوا معاكي كتير، وكمان هيحطلك عيدان القرفة اللي انت شايفاها دي. نزلت بقى بمعلقة كبيرة من بهارات الكبسة ومكعب مرق الدجاج وملح وفلفل، بس كده مش اكتر. وزي ما قلت لكم القرفة دي بتكون مع بهارات الكبسة، لو مش معاها هاتي ب10 جنيه قرفة عيدان وخليها عندك في الاكل، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. تعالوا بقى بصوا التركة دي اللي انا مميزة بيها، ومفيش حد داق مني الرز البسمتي الا وقال لي انتي ضايفة عليه ايه. ده بقى خضار، للأسف أنا كنت مصورة المقطع بتاعه بس اتحذف. بسيط جدا: طماطمايه، فلفلاية رومي، جزراية، 3 فصوص من الثوم. بضربهم كويس جدا مع بعض فبتديني الخلطة الرهيبة دي. مش عايزة اقول لكم بقى بجد بتودي طعم الرز في حتة تانية خالص، هتخليكي مميزة في عمايل الرز البسمتي، ومفيش حد هياكله من ايديكي الا لما يقولك انتي عاملاه ازاي وايه السر اللي انتي عاملاه في الرز البسمتي. ولو تلاحظوا انا منزلتش بالتوابل بعد البصل، لا انا نزلت بالرز الاول وبعد كده بالتوابل. ليه بقى؟ لان التوابل لو خدت سوى زياده شويه او تحميصه زياده مع البصل هتمرر وهتخلي طعم الرز بتاعي مش حلو. فعلى ايه ننزل بالرز الاول وبعد كده ننزل بالتوابل. بعد بقى ما شوحت الرز كده وكل رزايه اتغلفت بالماده الدهنيه بتاعتي والرز معايا كده بقى بيشكشك كده، هنزل بالشوربه. ولو ما عندكيش شوربه مفيش مشكله، هيبقى البديل ليها طبعا ميه مغليه. علشان كده دايما بقول لكم اي شوربه تتبقى عندك من الطيور او من اللحمه شيليها في الفريزر على طول، هتنفع في اي حاجه، في رز بسمتي، في ملوخيه، في محشي، يعني هتنفعك، يعني هتنفعك. ما ترميش اي شوربه خالص.
طب تعالوا نعرف بقى ايه معيار المية المظبوط لكل كوباية رز. الغالب هيقولك لكل كوباية من الرز البسمتي قصادها كوبايتين من المية، بس انا عايزة اقولك بقى ان انواع الرز البسمتي كتيرة جدا في السوق وكلها مش زي بعض، فالافضل ان احنا نستخدم لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونص من المية او الشوربة. ولازم المية او الشوربة تبقى مغلية، ما ينفعش تبقى باردة خالص. ما ينفعش بعد ما نكون شوحنا الرز وسخن معانا ننزل عليه بمية او شوربة باردة، هيعجن معاكي على طول. نزلت بقى على كوبايتين الرز اللي معايا ب3 كوبايات من الشوربة. وطبعا بقى هنظبط الملح بتاعنا وهنراعي ان احنا حاطين مكعب مرق الدجاج. اول ما الرز بتاعي هياخد غلوتين كده على نار عالية، هبدأ اغطي الحلة بتاعتي كويس جدا وهسيبه يستوي على نار متوسطة لحد ما يشرب المية بتاعته. وبعد كده هشيل الغطا واقلبه تقليبة واشوف لو محتاج سوا هسيبه على نار هادية جدا. كده الرز بتاعي استوى وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين بقى، مفلفل، مش معجن خالص، مفيش حباية ماسكة في التانية. شكل ولون وطعم وريحة مش عايزة اقول لكم على جماله. انا ما بستغناش عنه ابدا على سفرة رمضان، بجد بجد هيشرفك قدام ضيوفك. وتحدي انك تاكلي رز بسمتي بالجمال والحلاوة دي. اعملي الخطوات زي ما عملناها واحدة واحدة مع بعض وهتعملي رز بسمتي ولا احلى ولا اطعم من كده. طب احنا لو عايزين نعمل الرز دوت وما عندناش رز بسمتي، ممكن جدا بالرز المصري، هتمشي بنفس الخطوات مع اختلاف مقدار المية، هيطلع معاكي بنفس النتيجة وطعم وحلاوة مفيش ولا احلى ولا اروع من كده. ممكن كمان تضيفي معاه بسلة وجزر، وفي الحالة ديت بقى هتحطي البسلة والجزر مع البصلاية تديهم تشويحة كده قبل ما ننزل بالرز البسمتي. وده بقى كان الرز البسمتي، شايفين بقى شكله تحت الفرخة كده، حاجة كده تفتح النفس، ولا احلى ولا اجمل من كده. شغل مطاعم فاخر من الاخر يعني زي ما انتوا شايفين. ولو عايزين بقى تعرفوا الفرخة القمر دي محمرينها ازاي زي فراخ الاعلانات بالظبط، هسيب لكم الوصف في اول كومنت للفرخة الجميلة دي. فرخة عظمة زي بتاعة الإعلانات بالظبط، بطريقة سهلة وبسيطة تبلناها وحمرناها. عجبتك وصفة النهاردة الرز البسمتي المبهر أحلى من المطاعم؟ ما تنسيش تحطي لايك، وشكرا جدا على الكومنتات الحلوة اللي بتجيلي من الناس الحلوة. واستنوني في وصفة جديدة من وصفات مطبخ بنت هاشم. دمتم سالمين وفي أحسن صحة وفي أحسن حال، وكل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا جميعا يا رب رمضان فاقدين ولا مفقودين، والسلام عليكم.